بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم فيديو النهارده جميل وشيق خالص ولذيذ. هنعمل معاكم بسكوت النهارده اهو قدامكم بعد ما استوي، مقرمش وجميل وناعم خالص اهو. شايفين من جوه مفرغ وهشش جميل، وهش ازاي جميل خالص اهو، بيدوب خالص اهو، ناعم خالص اهو. هنا اهوت بعد ما حمصناه في الفرن هيبقى معانا المقادير بتاعته بقى: 4 بيضات، نص معلقه شاي ملح، معلقه شاي فانيليا اهو. هنضربهم مع بعض. معانا كوبايه سكر، الكوبايه دي هتبقى موحده في كل المقادير، كوبايه زيت، ونضربهم الخليط ده كله ببعضه. دي المواد السائله اللي هي 4 بيضات، نص معلقه شاي ملح، معلقه شاي فانيليا، كوبايه سكر، كوبايه زيت. نضربهم ببعض كده. لو انت عندك خلاط اضربهم فيه، عندك كبه اضربهم فيه، ما عندكش بالشوكه زي ما بنعمل كده اهو. معانا بقى المقادير الجافه: 3 كوبايات دقيق، باكيت بودر، معلقتين هرميتين ينسون اهو. ده اسمه بسكوت اليانسون. والمعلقتين الهرميتين دول بتاخديه اليانسون تشميه النار عشان الرطوبه اللي فيه تطلع، وتدشيه نص دشه كده بالكبه او بايدك، بالهون يعني، او بايدك يعني اهو، عشان ريحته تطلع في البسكوت وتبقى ريحته جميله. هنحط بقى المواد السائله على المواد الجافه كده، ونقلبهم في بعض، نخلطهم كويس في بعض اهو. وانتوا بتحبوش اليانسون يا جماعه؟ جربوه والله العظيم طعمه في منتهى الجمال. انا ما كنتش بحب اليانسون، بس اختي الكبيره الله يخليها لنا يا رب وطول في عمرها كانت بتعمله لنا. انا حبيت اليانسون من البسكوت ده، هو طعمه في منتهى الجمال خالص اهوت. هنجيب صينيه، بعد صينيه ندهنها سمنه او زبده. ده قوام العجينه اهوت، يعني مش سايل زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. بنحط ارتبط بالمقادير دهيت هيطلع معاك كده بالظبط. العجينه هتطلع معاك كده بالظبط، بتسويها كده، تخلي وشها كله سوا بعض دي بايديكي كده اهوت، وتنطقها كده عشان تتساوى، والسوا بالاسباتولا زي ما هتشوفي كده. تكون انت بقى مجهزه الفرن دلوقتي على نار عاليه خالص، وتيجي حاطه الصينيه في الفرن، وتيجي موطيه على نار متوسطه. الاول نار عاليه قبل ما تدخليها خالص، تحميه خالص، وبعدين تدخلي الفرن على نار متوسطه اهو، وعلى الشبكه في الوسط. دخل الفرن وطلعته اهوت. دي مش لونه الطبيعي يا جماعه، الكاميرا بتجيبش اللون الطبيعي بتاع الحاجه، الكاميرا عندي مش بتبقى كويسه، التصوير مش كويس، بيبقى طري شويه. اول ما بتطلعيه كده اهوت هنقطعه اهوت، تقطعيه صوابع طويله كده اهو. وانت لو حابه ترفعي عن التقطيع بتاعي كده رفعيه، كل ما ترفعي ديك نتيجه احسن وكويس. هو دلوقتي طري شويه، بس احنا هناخدوه دلوقتي نرصوه في صواني تانية وندخلوه الفرن على اوطى نار في الفرن عشان يتحمص ويبقى مقرمش خالص اهو. ده اللون الطبيعي بتاعه اهو، ده اللون الطبيعي بتاعه. بنرصه كده في صواني كده، بنقطعه ونرصه في صواني على الجنب، لا تحطيه على الارضيه ولا على الوش، على الجنب زي ما هتشوفوا دلوقتي في الصينيه اهو. كله قدامكم اهوت، وطعمه جميل وتحفه اهو. ترصيه زي ما رصاه كده في الصواني. لو عندك قالب كبير رصيه فيه، ودخليه على نار هاديه خالص. التحميصه بقى دي على نار هاديه، بتخليه بقى في النار لحد كل شويه تختبريه كده تلاقي قرمش خالص، بتطلعيه بقى اهو كده. رصاه في صواني على الجنب، على الجنب اهو. تدخليه بقى الفرن على نار هاديه او نار في الفرن، وتسيبيه بقى كام، تسيبيه مده بقى في الفرن، كل شويه تختبريه تشوفيه قرمش، يبقى خلاص كده بقى كويس. احنا مش بنحمره ولا تولعي شوايه في اول سواه ولا حاجه، وهيتحمر من فوق في اول سواه من الفرن العادي. ما تولعيش الشوايه، حطيه على الشبكه وهيستوي كويس اهو. كل ده ما ولعت الشوايه خالص لا فوق ولا حاجه اهو. بقى مقرمش استوى اهوت، بقى مقرمش وجميل خالص اهوت. انا رصيته على صاج كبير ودخلته الفرن بدل الصواني يعني الكتيره، رصيته على صاج كبير ودخلته اهو. شايفين دايبه مقرمش ازاي ومفرخ كله ازاي، هشش خالص من جوه اهو. لو انتوا سمعتوا الفيديو بتاعي يا حبيبي لحد دلوقتي وعجبكم، اعملوا اشتراك في القناه، واعملوا لايك اللي هو اعجاب، واكتبوا لي تعليق حلو زيكم اهو. جربوه، تاكلوه بقى بشاي، بشاي بلبن، بكاكاو بلبن، زي ما انتوا عايزين تاكلوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.